الناس السورية. هاي الرسالة موجهة لبشار الأسد شخصيا، وأنا بعرف إنه هو بيتابع فيسبوك وإنترنت، وإلا ما تصلوا هالرسالة، وبترجاكم قد ما بتقدروا شيروها مشان إلا ما تصلوا. بدي أقول لك إنك أنت أقذر شخص وأوضع شخص وأندل شخص عرفه التاريخ. عبر كل قراءاتي لكل الناس اللي خانوا بلدهم، أنا ما شفت ولا قريت ولا سمعت عن أوسخ من هيك. أنت كل القذارة بالعالم يمكن بتطلع أقذر منها. وبدي وجه لك رسالة وقل لك إنه الأفضل إنك تنتحر بهالفترة إذا كنت شجاع وبشك إنك تقدر تنتحر، لأنك أجبر من إنك ترتكب هيك فعل، لأنه الانتحار بده شجاعة. طبعا مو الانتحار تبع محمود الزعبي اللي انتو قتلتوه، يلي انتو قتلتوه يا كلاب يا وسخين. الانتحار تبع الشجعان، وهي شغلة يمكن بحياتك ما رح تشوفها. أنا رح أقول لك شغلة، لا التاريخ رح يسامحك ولا الناس رح تسامحك ولا حدا بالعالم رح يسامحك. وبتمنى من أولادك حتى إذا عم بيشوفوا هي القصة وهذا الفيديو إنه يكون عندهم الشجاعة والجرأة إنهم يتبروا منك ويبزقوا عليك. أنت شخص مكانك المبأ. أنت مالك مكان الحقيقة، أنت مالك مكان. أنت شخص ممكن تتحول مبولة للعالم. إيه مبولة، يعني تقعد والناس يروحوا ويجوا ويبولوا عليك. هذا أقل ما يمكن أن يفعل لعقابك. لك يخرب بيتك ما أندلك، لك يخرب بيتك ما أوسخك، لك إذا عيلتك خليت فيها. ما بدي أحكي عن طائفتك، عن هالناس الدرويش يلي دعست على راسهم كل الوقت، هالعلويين الدرويش يلي أنا أمي منهم. الله لا يوفقك، الله يبهدلك، الله يشرشحك. والله إن الموت قليل عليك. أنت ما لازم تموت هلأ، ما لازم تموت هلأ أبدا. أنت لازم تندعس وتضل عم تندعس وتضل عم تندعس إلى آخر العمر، لأنه ما لازم تموت. أنت عقابك في هذه الحياة سيكون